بحلول سنة 2026 شكل العمل اللي بنعرفه رح يتغير تماماً. في الشرح ده رح نكشف عن 10 مهارات عملية ومطلوبة جداً، أي وحدة فيهن قادرة إنها تضاعف الدخل. جهزوا نفسكن عشان تكتشفوا إزاي مهارة واحدة بس ممكن تكون هي نقطة التحول اللي الكل مستنيها. خلونا نتخيل المشهد ده للحظة. الموضوع مش متعلق بذكاء خارق أو بشهادات جامعية متلتلة، لا، هو متعلق باكتساب مهارة واحدة بس تكون هي المهارة الصح في الوقت الصح، وده هو السر اللي رح نكشفه النهاردة. ودلوقتي السؤال المهم، هل راح نكتفي بدور المتفرج ولا جاهزين نكتشف المهارات اللي ممكن نبدأ فيها من اليوم عشان نغير مستقبلنا؟ يلا بينا نبدأ. طيب، خلونا نبدأ بالأساس. المجموعة الأولى من المهارات دي هي الأدوات اللي رح تخلينا نبني بصمة قوية في العالم الرقمي، لأنه في اقتصاد اليوم لو ما كنتش موجود أونلاين فكأنك مش موجود أصلاً. كل بزنس من أصغر كافيه لأكبر شركة تكنولوجيا محتاج محتوى، واللي بيتقن فن حكي القصص بطريقة تجذب الناس بيصير عملة نادرة. الموضوع مش بس إنك توقف قدام الكاميرا، لا، هو القدرة على تحويل فكرة بسيطة لنص مؤثر أو فيديو قصير يترك أثر. خلوا القاعدة دي في بالكم، في 2026 الفيديو هو الملك، والخبر الحلو الموضوع ما عاد حكر على المحترفين. بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي صار ممكن أي شخص يعدل فيديو احترافي في دقايق، وده بيفتح أبواب كانت مقفولة زمان. هنا القوة الحقيقية بتكمن في البساطة. كل اللي محتاجينه هو عقل وقلم أو كيبورد، شوية كلمات مختارة بعناية في إعلان أو إيميل ممكن تكون هي الفرق بين منتج محدش بيشوفه ومنتج بيحقق آلاف المبيعات. والجملة دي بتلخص أهمية القسم ده كله. في الاقتصاد الرقمي المحتوى اللي جودته عالية هو أهم أصل ممكن تمتلكه. طيب، بعد ما بنينا الأساس الإبداعي، جاء الوقت اللي نحول فيه الإبداع ده لأرباح. المجموعة الجاية من المهارات هي المحرك اللي رح يحول الأفكار لمشاريع ناجحة ومصدر دخل مستمر. ممكن يكون عندك أفضل منتج في العالم، بس لو ما حدش شافه ما رح تبيع أي حاجة. التسويق الرقمي هو فن الوصول للعميل الصح في الوقت الصح. إتقان المهارة دي يعني حرفياً القدرة على تحويل كل دولار بتصرفه ل5 أو 10 دولارات في المقابل. خلونا نصحح فكرة غلط، البيع مش تلاعب، البيع هو فن بناء جسر بين مشكلة وحل. لما تتقن عرض القيمة الحقيقية للشيء اللي بتقدمه، أنت ما بتبيع، أنت بتساعد، وده هو سر كل شخص ناجح مادياً. العمل الحر مش مجرد إنك تلاقي شغل أونلاين، لا، هو مهارة متكاملة تشمل إدارة الوقت والتفاوض على الأسعار وبناء سمعة قوية. إتقان المهارة دي معناه إنك ما عدت معتمد على وظيفة واحدة، بل صرت بنفسك شركة قادرة تحقق دخل من أي مكان في العالم. شركات كتير مستعدة تدفع مبالغ كبيرة للخبراء اللي يقدروا يديروا وينموا صفحاتهم على السوشيال ميديا بفعالية، لأنها ببساطة هي الواجهة الرقمية للبزنس بتاعهم. كلمة بيانات ممكن تبين مخيفة، بس ما في داعي للقلق، مش محتاج تكون عالم أحصاء. بأدوات بسيطة زي جوجل أناليتكس أو حتى جداول البيانات ممكن تطلع بأفكار قوية تساعد الشركات تاخد قرارات أحسن، وهم مستعدين يدفعوا كتير مقابل ده. ودلوقتي وصلنا للمهارات اللي ما في غنى عنها، اعتبروها نظام التشغيل الخاص بكم. المهارتين دول هم اللي رح يخلوا كل المهارات التانية اللي ذكرناها تشتغل بكفاءة 10 أضعاف. الأهم هنا مش إنك تصير مبرمج، لا، الأهم إنك تصير قائد للذكاء الاصطناعي. تتعلم إزاي تستخدم أدوات زي تشات جي بي تي لكتابة نصوص أو ميدجورني عشان تعمل صور. ده هو سلاحك السري عشان تكون إنتاجيتك أعلى وتتفوق على المنافسين. وأخيراً، المهارة رقم 1 اللي بتفتح كل الأبواب، القدرة على التعلم السريع والتكيف. في عالم بيتغير كل يوم، الفايز ما عاد هو اللي عنده أكبر كمية معلومات، بل اللي يقدر يتعلم أي شيء جديد بسرعة. دي هي المهارة اللي بتخلي كل المهارات التانية ممكنة. بعد ما استعرضنا كل المعلومات دي، جاء الوقت ننتقل من المعرفة للتنفيذ. الخطوات الجاية واضحة جداً وقابلة للتطبيق. ودلوقتي دي الخطة. الموضوع بسيط جداً بس قوي بشكل لا يصدق. لا تحاول تتعلم كل حاجة، اختار مهارة واحدة بس من القائمة دي، واحدة بس، واديها 6 شهور من التركيز الكامل. 6 شهور هتغير حياتك أكتر من 6 سنين من التشتت. المقولة دي هي خلاصة كل اللي قلناه. في عالم اليوم الثبات هو شكل من أشكال التراجع.
السوق ما بيكافئ اللي بيستنى اللحظة المناسبة، لا، بيكافئ اللي بيبدأ يتحرك دلوقتي حتى لو كانت خطوة واحدة صغيرة. وده هو أهم سؤال لازم يفضل في البال بعد كل اللي اتقال. إيه هي الخطوة الصغيرة اللي ممكن تتاخد النهاردة عشان نبدأ الرحلة دي؟ الإجابة على السؤال ده هي بداية كل شيء.